السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حال برج العذراء اليومين دول، ما هو أنا مش عارف أقول لك إيه، ما أنت اللي غلطان. أنت بتحمل على جسمك أكتر من طاقته، وبتحط على نفسك واجبات وخدمات بتعملها للناس اللي حواليك أكتر من طاقة عقلك وجسمك. فطبيعي إنه يحصل دروب صحي، طبيعي إن أنت تقع، لان انت محمل جسمك بقالك سنين، محمل جسمك بمجهود كبير، محمل عقلك بمجهود كبير. يا برج العذراء، سواء كنت راجل او ست، حملتوا نفسكوا بمجهود كبير وبضغط كبير. فالنهاردة المشاكل الصحية اللي موجودة اللي انت بتشتكي منها دي نتيجة طبيعية للضغوط اللي انت حطيت نفسك فيها طول الفترات اللي فاتت. النهاردة مع الأسف جسمك بيرد لك، لأنه يا جماعة أجسامنا بنفضل نحط عليها ضغط وبنفضل نحمل عليها وهي بتستوعب الضغط ده، ولكن بتيجي في وقت بترجع لنا تاني اللي احنا اديناه لنا، سواء كان اكل غلط، سواء كان عادات صحية خاطئة، سواء كان عدم اعتناء بالجسم، سواء كان قلة نوم. كل ده بيجي جسمك في الاخر بيرجحهولك تاني في صورة الاوجاع والالام والامراض اللي بتجيلك. فمع الاسف يا عزيزي العذراء، هو ده الوضع النهاردة، ولكن الصورة مش قاتمة بشكل كبير. انت بتستمتع برضو من ناحية تانية بثمار ونتائج المجهود الكبير اللي انت عملته في السنين اللي فاتت. انت بتستمتع دلوقتي بالانجاز، بالاحساس بالانجاز، وان انت بنيت حاجة كبيرة وبنيت حاجة كويسة النهاردة، سواء كان في حياتك الاسرية او في حياتك العملية. فده شوية يعوضك عن المشاكل الصحية اللي ممكن تكون بتعاني منها اليومين دول. ولكن اللي مطلوب دلوقتي ليك يا عزيزي العذراء ان انت تبدأ تستمع لصوت جسمك، ان انت تبدأ تدي جسدك حقه عليك، ان انت تبدأ ترتاح وتدي نفسك الراحة اللي انت محتاجها. وانا اعتقد ان انت عارف ده كويس وشغال عليه. محتاج ترتاح، محتاج تهدى شوية، محتاج تقلل بقى من ان انت بتخدم كل الناس ومقسم نفسك في 100 حتة في نفس الوقت. ده كتير، ده مجهود فوق طاقة البشر. فانت يا سيدي ويا سيدتي العذراء محتاج ان انت بقى ايه، تبص لنفسك شوية، مش لازم تخدم الناس اللي حواليك. انا وانت عارفين كويس انه ساعة الجد لما بتدور على الناس دي مش بتلاقيها، وانا عارف ان انت مش فارق معاك وان انت بتعمل ده علشان دي طبيعتك كبرج العذراء، وانت راجل وانت ست بتحبوا تخدموا الناس وبتحبوا تشوفوا الناس اللي حواليكم مبسوطين. ولكن جه الوقت بقى ان احنا نبص لنفسنا شوية، علشان لو كملنا بالشكل ده النتائج هتكون اكتر ارهاقا واكتر ألما في الفترة اللي جاية. على صعيد الشغل ما عنديش كتير اقول لك عليه، انت ماشي في طريقك كويس، انت عارف كويس ايه التحديات اللي عندك وعارف كويس تواجهها ازاي. كمان على صعيد علاقاتك العاطفية والاجتماعية، انت مش محتاج حد يقولك، انت يعني ماستر في إدارة هذا الأمر يا عزيزي ويا عزيزتي العذراء. أهم حاجة انت محتاج زي ما قلت لك تركز عليها، وزي ما قلت لك تركزي عليها الفترة دي، هو ان انت تدي نفسك راحة وتدي نفسك أعذار لأي حد بيطلب منك خدمات اتعود عليها في السنين اللي فاتت. جه الوقت اللي احنا نقول لأ، ونستخدم قوة كلمة لأ، علشان جسمنا محتاج ياخد هذا النفس ومحتاج ياخد هذه الراحة علشان تقدر تكمل في اللي جاي إن شاء الله.